السلام عليكم بنات، كيف الحال؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع القرايه، كي دايرين مع البرد؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا جبتوا نقاط زوينين في الاختبارات. اليوم الموضوع ديالنا باين من العنوان، كيفاش تقولي لا. هو واحد العباره على واحد النصيحه كتعطيها لي الام ديالي ديما، وانا غادي نشاركها معكم وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في الفيديو ديالنا. بحكم التجربه ديال الام ديالي في الحياه، كانت عندها علاقات كثيرة عائلية وعلاقات عملية، واستنتجت واحد الاستنتاج أنه الإنسان خصو يكون لطيف ومتسامح وكيسدي للناس خدمات، ولكن على قدر المستطاع، وسطروا لي على هذه، على قدر المستطاع. وفي نفس الوقت خص تكون عنده واحد القيمة اللي هو غادي يفرضها على الناس، وباش يفرضها على الناس خصو يتعلم يقول لا بكل بساطة. يقول لا على الحاجة اللي كتضره والحاجة اللي ما كتجيش على خاطره ولا ما كيقدرش يديرها، حيت الواحد الا ولف الناس ديما يكون خديمهم غادي يطيح في عينيهم، ولا غير مرة واحدة قال لا غادي يكرهوه ويعاديوه. الانسان اللي كيتعلم يقول لا كيكتسب واحد القوة، هاد القوة كتعلمه كيفاش يواجه الحياة، وكتعلمه كيفاش يعيش بين الناس. ولا قلتي لا، هذا ما كيعنيش باللي انت انسانه ما متخلقاش ولا ما فيكش الخير ولا متكبره، ولكن غير باش تعطي لراسك قيمه وتوضعي واحد الحدود لبعض الناس متطفلين والاستغلاليين. قولي ببساطه ما نقدرش دابا، سمحوا لي. ما محتاجاش تقولي كاع التفاصيل، وما محتاجاش تعتذري بزاف. الناس اللي كيحبوك غادي يتفهموك، اما الناس اللي ما كيحبوكش فهذاك مشكلتهم، ولا ما تفهموكش هذاك تاني مشكلتهم. وكاين واحد النقطة مهمة، إلا كنتي من أصحاب الحساسية المفرطة والنفس اللوامة اللي كتلوم مولاها وكتعذبه، غير بلا ما تقولي لا، قولي واه وبغي خدمتهم. حيت ديك النفس كتلومك، كتولي تقولي كون غير درت ديك الحاجة ما رانيش في هاد العذاب، كتبقاي تقولي راه يمكن بقى فيهم الحال، راه غادي يكرهوني، وكان غير درتها وتهنيت. غير قولي واه بقاي خدمتهم بهذا المعنى. وراه كاين هاد النوع نتاع الناس بزاف، هاد النوع الاستغلالي، بحال مثلا كيكونوا هاد النوع في الخدمه. مثلا نتيا راكي خارجه تغداي ولا خارجه تجيبي واحد الحاجه، عارفينك الناس ما كتقدريش تقولي لا، كيقولوا لك راكي خارجه جيبي لي معاك ديك الحاجه، غير من عندك خلصي، حتى من بعد ان شاء الله غادي نعطيك. انت كتجيبي له ديك الحاجه، هو ما كيفهمش راسه يعطيك رزقك، وانت من بعد كتبقاي تقولي ايوا حشومه ما جاتش، واش على مثلا 10 دراهم ولا 20 درهم انا غادي نبقى نقول له اعطيني فلوسي، وهذه منا ومنا. صافي كتسكتي وكتطيحي في الفخ. صافي تما كيلقاو لك نقطه الضعف ديالك، غير اللي بغى شي حاجه تخرجي تجيبيها له، اللي بغى شي حاجه تخرجي تجيبيها له، وتما راك غادي تضري نفسك. وباش نختم غادي نقول واحد المثل اللي ما موجهش للناس مساكن اللي ما كيقدروش يقولوا لا، كنقول مساكن راه حتى انا منهم. وهذا الشيء اللي كنلقى فيه مشاكل مع الام ديالي، ديما كتقول لي تعلمي تقولي لا، حاجه ما قديتيش عليها قولي لا. مهم هذا المثل موجه للناس الاستغلاليين. اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع. ونتمنى تكونوا فهمتوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.